السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة أخبار نقدمها لكم من قناة الوطنية. مرحبا بكم. في إطار مخطط عملي الحكومة المنبثق عن برنامج الرئيس عبد المجيد تبون الرامي إلى تخفيف ثقل المحفظة على المتمدرسين، تشرع وزارة التربية الوطنية ابتداء من يوم غدا الخميس في وضع كتب رقمية مجانية لفائدة أزيد من 5 ملايين تلميذ في الطور الابتدائي. تقرير في الموضوع لمريم والي. أزيد من 5 ملايين ونصف تلميذ في الطور الابتدائي يستفيدون من كتب رقمية بصفة مجانية، خطوة تستكمل بها وزارة التربية الوطنية إجراءات تخفيف ثقل المحفظة على المتمدرسين. بالنسبة للإجراء الجديد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والرامي إلى رقمنة الكتب المدرسية في مرحلة التعليم الابتدائي ب 44 عنوان كتاب مدرسي، جاء استكمال الإجراءات المتعلقة بتخفيف وزن المحفظة المدرسية وكذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن. نثمن هذا الإجراء ونستحسنه ونتمنى إن شاء الله أن يكون ناجح وناجع بالنسبة للعملية التعليمية التعلمية وكذلك بالنسبة لجودة المدرسة الجزائرية. رغم ترحيب نقابات القطاع بالخطوة، غير أن عدم توفر وسائل تكنولوجيات الاتصال لدى كافة الأولياء يقف عائقا أمام تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وسط التلاميذ. الكتاب الرقمي يندرج ضمن الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في التخفيف عن ثقل المحفظة، فيمكن أن يساعده الكتاب الإلكتروني في المراجعة أو في استعماله أحيانا، لكن ليس بمتناول الجميع أنهم يمتلكون الأجهزة الذكية أو يمتلكون الحواسيب والهواتف الذكية. هذا الأمر لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ولا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، ولذلك فنحن نقول بأنه هو عامل مساعد لكنه لا يحل المشكلة، ويبقى دائما أن حل المشكلة هو في ضرورة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية. الكتب الرقمية الموفرة تشمل 44 عنوانا في الطور الابتدائي بما فيها الكتب التحضيرية